السلام عليكم، معكم الكابتن محمد خيال، مدرب وينج تشون فنون دفاع عن النفس. النهارده هنتكلم على حركة باك ساو مع جين ساو. بلعب باك ساو. تمام. انا اهم حاجة يا جماعة اللي انا في الحركة بتاعتي اللي انا دايما احافظ على جسمي واحافظ على السنتر لاين والمسافة اللي ما بينه وما بين الخصم. ودايما لما اجي اخد الديفنس بتاعي ما اخدهاش من عند المفصل بتاع الرزق، لا، باخد الديفنس بتاعي من المعصم، تمام، بتاع الخصم. ليه؟ عشان ادخل جوه الخصم، لكن ما اجيش اخد انا الديفنس من المفصل او المعصم بتاع الخصم. تمام. يبقى كده حصل عملية اختراق ليا انا، ان الخصم مش هيدخل عليك بالراحة. تمام. هنا بعمل حركة بسرعة شوية، وفي نفس الوقت في الشارع دايما تحافظ على مسافة الامان اللي ما بينك وما بين الخصم، وتحافظ على، تمام، السنتر لاين بتاعك، تحافظ على خط النص بتاعك، والضربة دايما تطلع من خط النص. لكن ما تجيش اللي انت تيجي يعني الخصم يقوم داخل عليك بقوة او الكلام دوت وتبص تلاقي نفسك، تمام، اتضربت في الشارع. هنا الدفاع عن النفس ضد السكينة. لو واحد جه حط السكينة على رقبتك هتعمل ايه؟ تمام. هي الموضوع كله يا جماعة هي في لحظة. يعني انت تعمل الديفنس بتاعك والهجوم بتاعك هي في لحظة، لكن مش اللي انت هتقعد تفكر. طب انت هتقعد تفكر ما هيحط السكينة على رقبتك هتتعور وهيعورك. لكن لا، دايما خليك سريع البديهة، اللي انت دايما تاخد الحركة بسرعة. هنا واحد لو دخل عليك بالجنب هتعمل معاه ايه؟ اول حاجة ما تخافش من السلاح، ان كده كده يعني هيعورك. لو ما دفعتش عن نفسك هيعورك، فانت هتخاف ليه من السلاح؟ لا، ما تخافش من السلاح. تمام. واحد داخل عليك كده، وكل حاجة بالتكرار يا جماعة، كل حاجة بالتكرار. تمام. لان انا اتعلم الحركة وافهم الحركة وهكررها كتير في التمرين. كل ده هينفعك في الشارع، وكل ده هيفيدك في الشارع. لكن لو انت هتاخد الحركة كمنظر او شكل او شو او الكلام ده، صدقني مش هتتعلم اي حاجة وهتضرب في الشارع. ياما ناس كتير بتلعب كونغ فو او مارشال ارتست، تمام، بيتمرنوا شو. ان انا مدرب او انا لاعب مارشال ارتس اللي هو فنون دفاع عن النفس، تمام، او فنون قتال. لكن اللي هو اللي بيتمرن فعلا ان هو عشان خاطر يدافع عن نفسه او الكلام دوت، بس اللي بيكرر الحركة كتير جدا عشان خاطر يقدر ينفذها في الشارع لو حصل عليه اي اعتداء، حصل عليه اي حاجة. هنا لو واحد دخل عليك بالسكينة بالجنب، تمام، هتقدر تعمل ايه؟ هو اهم حاجة يا جماعة في الشارع هي متوقفة عليك في الفوت ورك. تمام. في طريقة الخطوات اللي انا اخد الشفت ازاي، اللي انا يعني بمعنى اصح اللي انا اتقدم بالخطوة لقدام ازاي، ارجع لورا ازاي، افاد الحركة ازاي. الكلام ده كله كل دوت هينفعك في الشارع، ماشي. لكن لو انت جيت وقفت قدام الخصم في الشارع واقف بس كده ما بتعملش اي حاجة، ما هتتضرب. يعني انا هنا بفادي، تمام، خدت الديفنس بتاعي، ماشي. الخصم داخل عليا بفادي، باخد الديفنس بتاعي، هبتدي بعد كده، تمام، موقع الخصم على الارض، وكده هسيطر على الخصم واقدر اسيطر عليه بسهولة. تمام. هنا الفكرة هنا كلها في ايه؟ انا دلوقتي جيت في الشارع، جيت وقفت اتسمرت مكاني ما بتحركش، طب ما ايه اللي هيحصل؟ طب ما هتضرب. تمام. انا داخل الخصم عمال بيهوش عليا وعمال يخش يمين وشمال، ابتدي اللي انا اتعامل معاه، ارجع ورا شوية، تمام، ادخل على الخصم، تمام، ادخل على الخصم اللي انا اخد الديفنس بتاعي وابتدي. كل ده مش من فراغ يا جماعة، كل ده من التدريب. اهم حاجة يا جماعة سيبوكم من المدربين اللي بتعمل شو، بتعمل منظر وتضحك عليك بكلمتين والكلام ده كله، لا. تمام. الشارع ما فيهوش الكلام ده، الشارع ما فيهوش هزار يا جماعه، الشارع دايما فيه واقعيه. فانت لازم تتمرن على الواقعيه ديت، لازم تتمرن في التمرين، تمام، وتتعلم على الحركه كتير جدا، ما تاخدهاش ان هي كشكل او منظر. صدقني لو انت اتمرنت على الحركه بواقعيه هتبص هتلاقي نفسك في الشارع، تمام، هتلعب بواقعيه او هتضرب خصم اللي قدامك بواقعيه. لكن هتاخدها ان هي كمنظر او شو او الكلام دوت، هتبص هتلاقي نفسك في الشارع هتتضرب. هتقول ايه ده؟ طب ما انا لعبت في التدريب واتمرنت على الحركات ديت، ونفس الواد الحركه اللي اداها لي اتمرنت عليها في التمرين، بس ما اتمرنتش عليها بنفس الفعاليه، بنفس الرياكشن، بنفس القوه بتاعت الشارع. لا، انت اتمرنت عليها كشكل او منظر فقط بس لا غير، لكن انت ما اتمرنتش عليها بواقعيه. فيا ريت يا جماعه نصيحه من اخوكم
تمام، ان انت لما تيجي تتمرن بواقعية.